معنى الشخصية. مش في ناس فعلا موهوبين بالفطرة، لعيبة كده باين عليهم من أول يوم إن عندهم اللي بيتقال عليهم. طبعا فيه، لكن زي ما حصل مع بيلي بين وجون ماكنرو، ساعات دي بتكون لعنة لما الناس تفضل تمدح فيهم وفي موهبتهم، ولما ما يحتاجوش يبذلوا مجهود أو يتحدوا نفسهم بيقع بسهولة في فخ العقلية الثابتة. بروس جينر اللي كسب ذهب أولمبي في العشاري سنة 1976 قال إيه؟ لو ما كنتش بعاني من صعوبة القراءة يمكن ما كنتش كسبت الأولمبياد. لو كنت بقرأ كويس كنت هلاقي كل حاجة سهلة، والرياضة كمان هتكون سهلة، وساعتها عمري ما كنت هفهم إن اللي يخليك تتقدم في الحياة هو الشغل الجاد. اللي موهوبين من البداية لما بيسيطر عليهم شعور التفوق ما بيتعلموش ازاي يشتغلوا بجد، ولا يتعلموا ازاي يتعاملوا مع الفشل. وده اللي حصل مع بيدرو مارتينيز، الرامي العبقري في بوسطن ريد سوكس، اللي دمر نفسه وقت الفريق ما كان محتاجه أكتر من أي وقت. لكن دي مش بس قصة بيدرو، دي قصة عن الشخصية. جروب من صحفيين الرياضة من نيويورك تايمز وبوسطن جلوب كانوا راكبين طيارة الدلتا رايحين بوسطن، وأنا كنت معاهم رايحين يتفرجوا على ماتش رقم 3 في بطولة الدوري الأمريكي بين اليانكيز والريد سوكس. وكانوا بيتكلموا عن الشخصية، وكلهم اتفقوا، حتى كتاب بوسطن نفسهم اتفقوا إن فريق نيويورك يانكيز عنده شخصية. وكانوا فاكرين اللي حصل قبلها بسنتين في أكتوبر 2001، وكان سكان نيويورك لسه خارجين من كابوس 11 سبتمبر. أنا كنت هناك وكنا محبطين جدا، كنا محتاجين أمل. المدينة كلها كانت محتاجة الفريق يدينا دفعة ويوصل لبطولة العالم، بس فريق اليانكيز نفسه كان متدمر نفسيا وجسديا. واضح إن هم ما كانوش قادرين، بس مش عارفين جابوا الطاقة دي منين. حفروا جواهم وبدأوا يكسبوا فريق ورا فريق. كل ماتش كانوا بيكسبوه كان بيرجع لنا حبة من الحياة. كانوا بيعيدوا الأمل في المستقبل بدافع احتياجنا. بقوا أبطال الدوري الشرقي، وبعدها أبطال الدوري الأمريكي، ووصلوا لبطولة العالم. ومع إنهم خسروا البطولة لكن كفاحهم كان بطولي. كل الناس بتكره اليانكيز، دي الفرقة اللي أمريكا كلها بتشجع ضدها. أنا نفسي تربيت على كرههم، لكن بعد اللي عملوه ما قدرتش غير إني أحبهم. وده اللي الصحفيين كانوا يقصدوه بكلمة الشخصية. الشخصية دي زي ما الصحفيين قالوا هي القدرة على إنك تحفر جواك وتلاقي القوة حتى لما الدنيا كلها تبقى ماشية ضدك. تاني يوم بيدرو مارتينيز اللاعب المدلع والموهوب من بوسطن ورانا يعني ايه شخصية، بانه ورانا العكس تماما. مفيش حد في بوسطن كان نفسه يكسب البطولة دي اكتر من الريد سوكس. بقالهم 85 سنة ما كسبوش بطولة العالم، من ايام لعنة البامبينو اللي حصلت لما فريق بوسطن باع بيب روس لليانكيز علشان يمول مسرحية في برودواي. كأنه ما كانش كفاية إنه باع لاعب عبقري وأفضل رامي في شمال البيسبول وقتها، ده كمان باعه للعدو اللدود. فريق اليانكيز من وقتها سيطر على اللعبة وفاز ببطولات كتير جدا. بوسطن وصلوا ل4 نهائيات وعدة أدوار إقصائية، لكن دايما كانوا بيخسروا، وكانوا دايما بيخسروا في لحظة شبه النصر. دي كانت فرصة تانية عشان يكسروا اللعنة ويكسبوا خصمهم اللدود. لو كسبوا كانوا هيوصلوا لبطولة العالم، واليانكيز كانوا هيقعدوا في البيت. وكان أملهم كله في بيدرو مارتينيز، اللي بالمناسبة في بداية الموسم كان بيشتم في اللعنة وبيقول إنها انتهت، لكن بعد ما قدم ماتش هايل بدأ يخسر التقدم، والفريق التاني رجع في النتيجة. عمل إيه وقتها؟ خبط لاعب بكرة اللي هو كريم جارسيا، وهدد خورخي بوسادة لاعب تاني، ورمى راجل كبير 72 سنة على الأرض اللي هو كان مدرب اليانكيز دون زيمر.
صحفيين النيويورك تايمز جاك كوري كتب لنا: كنا متوقعين نشوف مواجهة بين بيدرو وكليمينيز في يوم لا ينسى في ملعب فينواي، لكن اللي شفناه كان بيدرو ضد جارسيا وضد بوسادة وضد زيمر. حتى كتاب بوستن نفسهم اتصدموا. دان شوجينسي كتب: تحبوا مين دلوقتي يا جماهير الريد سوكس؟ كليمينيز اللي حافظ على أعصابه وتصرف كمحترف وكسب الماتش لفريقه رغم غضبه، ولا مارتينيز اللي اتصرف زي العيل الصغير وضرب لاعب بعد ما خسر وهدد التاني وقال له إنه عليه الدور؟ وجماهير بوسطن يمكن ما تحبش الكلام ده، بس مارتينيز كان عار في اليوم ده ووصمة عار للبيسبول. هو بيفلت من العقاب علشان هو وبيدرو وإدارة بوسطن بتدلعه، وممكن بقى مرة يعترف إنه غلط. زي بيلي بين، مارتينيز ما كانش بيعرف يتحمل الإحباط ولا يعرف إزاي يحفر جواه علشان يحول الخسارة لمكسب وفوز، ولا حتى بيعرف يعترف بأخطائه ويتعلم منها. وعلشان اختار العصبية بدل ما يعمل شغله، اليانكيز كسبوا الماتش وكسبوا السلسلة كلها بفارق ماتش واحد. الصحفيين على الطيارة كلهم اتفقوا إن الشخصية هي كل حاجة، بس اعترفوا برضو إن هم مش عارفين هي بتيجي منين. لكن احنا دلوقتي تقريبا عرفنا الشخصية بتيجي من العقلية. دلوقتي بقينا عارفين إن في عقلية بتخلي الناس متشبثين بفكرة الموهبة والتفرد، ولما الدنيا تمشي ضدهم بيفقدوا تركيزهم وقدراتهم وبيضيعوا كل اللي نفسهم فيه واللي الفريق والجمهور كمان نفسهم فيه. وبقينا نعرف إن في عقلية تانية بتخلي الناس يعرفوا يتعاملوا مع الخسارة وتوجههم لحلول كويسة وتخليهم يتصرفوا باللي يخدم مصلحتهم. استنى، القصة لسه ما خلصتش. بعد سنة الريد سوكس واليانكيز اتقابلوا تاني في سلسلة من 7 ماتشات، اللي يكسب 4 منهم يبقى هو بطل الدوري الأمريكي ويدخل بطولة العالم. اليانكيز كسبوا أول 3 ماتشات وبوسطن كانت داخلة على فضيحة تانية، لكن السنة دي إدارة بوسطن كانت حطت النجوم المتكبرين في مكانهم. باعوا واحد وحاولوا يبيعوا التاني، بس مفيش فريق راضي ياخده، وبعتوا رسالة واضحة: احنا فريق مش شوية نجوم وكلنا بنشتغل علشان بعض. بعد 4 ماتشات كمان الريد سوكس بقوا أبطال الدوري الأمريكي، وبعدها بقوا أبطال العالم، وده كان أول مرة من سنة 1904 يكسبوا اليانكيز في بطولة. وده أثبت حاجتين: إن اللعنة خلصت، وإن الشخصية ممكن تكتسب بالتعلم.